الظاهر كده كان كولر عامل اعمال للعيبه، كان مكتف اللعيبه ومخليهم بيلعبوا كوره عقيمه وكوره شكلها وحش، ومكتف كل النجوم ومقعد كل النجوم ومطفش كل النجوم. يعني طفش بيرسي تاو واحمد عبد القادر وعندك ديانج، وكان محمد شريف قبليهم والقندوسي قبليهم. يعني الناس اللي هي لعيبه الكوره دي كلها طفشوا وساب لنا لعيبه. يعني اللعيبه الكويسه زي حسين الشحات كان بيقعدوا قبل ما يمشي، قضى على على بن شرقي. وسام ابو علي النهارده لو انت لاحظت بعد الجون ما جابه، تحس عايز يقول لك بعد ما جاب الجون النهارده، سيبك من الجون اللي فات، عايز يقول لك والله ده ما كانش ذنبي، ده كان ذنب الراجل اللي كان ماسكنا. تحس كده ان بقى في انفراجه في اللعيبه كلها فائت، اللعيبه كلها نفسها مفتوحه للعب، عايزه تلعب وتكسب وتكسر الدنيا ومش عايزين الحكم يصفر ومش عايزين المباراه تنتهي. ده الفرق بينه وبين ايام المعلم لما كان ماسك. كانت تيجي الدقيقه 90 واللعيبه كلها عايزه الماتش يخلص باي طريقه. النهارده بيجيبوا جون في الدقيقه كام؟ في ادى 5 دقايق وقت ضايع، جاي في الدقيقه 4 من الوقت بدل الضايع محمد هاني الجون الخامس. لا تحس كده ان اللعيبه رجعت لها تاني الثقه والكوره، كانوا مكبوتين، كان معمول لهم اعمال، كان ولع. بس هنا عايز اقول حاجه بس لايه، للناس اللي هي كانت بتقول ان الدوري موجه. هو ده ولا بخاف من حد ولا بيهمني حد، انا بقول بما يرضي ربنا. ماتشين ورا بعض في ملعب واحد والساعه 5، ده ما يرضيش ربنا. ماليش دعوه بقى تكسب تخسر، بس المشكله كلها ما ينفعش، لان فرقه بتنافس، عارفين يعني ايه، وناهيه الدور الاولاني وهي اول، وناهيه الدور الاولاني وهي اول. فانت كنت مفروض يا راجل تحط في عينك حصوه ملح وتديها ماتش كده وماتش كده، عشان نقول انما 6 ماتشات بره الملعب والماتشين اللي على الملعب كان فيهم ماتش الاهلي والزمالك اللي هم كانوا في مصر. ما ينفعش. على العموم النهارده عشان بس ما نبوظش الليله، الاهلي مكسبه النهارده. هو طبعا مش هنتكلم فنيا لان الفرقه لا حول ولا قوه لها، فرقه حرس الحدود، وكانت ممكن تشيل اكتر من كده. يعني الفرص اللي ضاعت والفرص اللي فيها فرديه، لو كان فيها جماعيه زي الجون اللي هو جابوا حسين الشحات، اعتقد النتيجه كانت بقت 7-8، لان الفرديه وحشه. في حاجه جديده غير الفتره اللي فاتت دي، الفتره بتاعت كولر كلها. انا بقول لك تحس كده ان اللعيبه نفسها مفتوحه، عايزه تلعب تك تك تك. الجون الرابع دوت اللي هو اتعمل زي ما الكتاب بيقول قبل جون مروان عطيه اللي هو كولر، لان كولر كان بيحسسك ان هو اللي بيعمل كل حاجه عشان في الاخر المكسب يرجع له هو او البطوله ترجع له هو، انما هو كان فنيا قليل. هو لو سايب لعيبه الاهلي بيلعبوا بامكانياتهم والله العظيم يدغدغوا اي حد.